شركة امتو باك للصناعات الهندسية والتأليف الحديث قدم لكم النهاردة مكنة تعبئة المواد العادية واللزجة نص اوتوماتيك. المكنة اللي عندنا النهاردة بتقدر تشتغل عن طريق الهواء، ما بتحتاجش أي كهرباء، ما بتحتاجش أي توصيلات كهربائية أو تجهيزات في الصناعة. كل اللي بحتاجه كمبرسور هواء بوصله على تغذية المكنة زي ما احنا موصلين كده المكنة اللي عندنا. هنوري حضراتكم طريقة تشغيل المكنة، بعدين نعمل عليها تجربة عملية. احنا النهاردة بنعبي دقة كشري، عندي ده الألوس الخاص بالمنتج، واحنا حاطين المنتج بتاعنا جوه زي ما شايفين. هنبدأ نعبيها النهاردة باستخدام المكنة بتاعتنا داخل عبوات. المكنة بتشتغل عن طريق دواسة قدم، اللي هي الدواسة دي مجرد ما بندوس عليها بتنزل لي الكمية اللي أنا محددها للمكنة. بعد كده عندي وحدة معايرة الكمية اللي بظبط من خلالها الكمية اللي أنا عايز أعبيها. وعندي هنا في الظهر محابس للهواء بظبط من خلالها سرعة المكنة على حسب ما أنا عايز وعلى حسب سرعة العامل اللي شغال معايا. هنبدأ نعبي المنتج بتاعنا في العبوات الفاضية دي. كل ما عليا ان انا بجيب العبوة احطها على تحت النزل وبدوس على الدواسة، ده شايفين الكمية بتنزل لي على طول. نجيب عبوة تانية، ده شايفين مكنة سريعة متحتاجش اي تجهيزات، ممكن اي حد يشغلها مفيش فيها اي تعقيدات. مكنة تقدر تعبي العسل، الشامبو، الكريمات، الشوكولاتة، تقدر تعبي المواد الخفيفة زي المية، العطور، الزيوت. مكنة سهلة وعملية جدا في شغلها، مقدمة لكم من شركة امتو باك للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. كان معكم أدهم محمد.